طبعا اليومين دول موسم القلقاس. جدتي كانت دايما تقول عشان القلقاسية تدوب في البق لازم اول شتواية تشتي عليه وتجيبيه على طول. وانا بعمل بنصيحتها وبجيب القلقاس بعد الدنيا ما تشتي. طبعا احسن حاجة تقطعي بيها القلقاس المخرطة، والمخرطة بتكون جميلة جدا. وخصوصا لما تكون القلقاسية كبيرة. وعشان القلقاس تجيبيه ويستوى معاكي بسرعة لازم القلقاسية تجيبيها واحدة بس. يعني لو عايزة مثلا بتستخدمي كيلو يبقى القلقاسية تبقى واحدة بس كيلو. 2 كيلو القلقاسية 2 كيلو، والقلقاس الكبير بيطلع زي ما قلت لكم في الشتاء. جيبي واحدة بس على قد ما انتي بتحبي، و لان انتي لو جبتي كذا واحدة هتستوى بشكل مختلف. طبعا بشيل الحتة اللي قدام من العنقود بتاع القلقاس، وببدأ بقى ايه اقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالمخرطة. طبعا القلقاسة دي 2 كيلو، فجبت واحدة كبيرة وبقطعها بالمخرطة زي ما انتوا شايفين. كانت صعبة شوية بس طبعا بالسكينة هتبقى أصعب. المخرطة بتمكنك من تقطيع القلقاس. بعد كده ببدأ بقى أحطها بالشكل ده. طبعا أنا بقطعها نصين وبحط النص بالشكل ده وأقطعها حتت زي ما انتوا شايفين عشان أعرف أقشرها. بالشكل ده كده بتتخرط معايا وبتتقطع في منتهى السهولة المتسهلة. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وببدأ كده بمنتهى السهولة المتسهلة اقطعها بالسكينة، اقشرها بالسكينة. بيبقى سهل وبسيط ومش محتاج اي مجهود. فكرة سهلة جدا، انا شفتها وعجبتني وبعملها بقالي اكتر من سنتين. حبيت اوريها للي ما يعرفهاش، وانا عارفة ان في ستات شطورة بتعرفها. بقطعه كده وببدأ برضو بعد ما خلصت الكمية كلها برضو بالمخرطة برضو. بقطعه بالشكل ده. وعلى فكرة المخرطة دي قديمة جدا، يعني دي انا ورثاها عن جدتي. ما بحبش يعني المخارط الجديدة بتبقى صعبة شوية. بحب احميها وبدهن ايديها، وكل سنة كده بعملها مبسوطة بيها جدا جدا عشان محدش يقول ان هي قديمة. دي ليها ذكريات حلوة جدا عندي. قطعت القلقاس مكعبات زي ما انتوا شايفين، سواء كبيرة او صغيرة على حسب طبعا ذوقك وازاي بتحبوا اسرتك. طبعا غسلته بسيط كده، مجرد بس من القشر وتقطيع. انا مش بحب اغسل القلقاس قوي بطريقه عميقه زي في ناس بتغسله بطريقه عميقه عشان يبقى فيه الفوائد بتاعته. وعلى فكره اللزوجه بتاعت القلقاس اللي جواه دي مفيدة جدا جدا، وتقدروا تبحثوا عنها في جوجل. جميلة جدا للعظم. وتركاية كده بعملها بعد ما اغسله شوية بعصر عليه نص ليمونة، ما بيعملش معايا اي لزوجة. وبيفضل لغاية اخر طبق. طعمه في منتهى الروعة. قولولي في التعليقات رأيكم، وتعرفوا طريقة التقطيع دي ولا لأ. قولولي كمان من اي بلد بتتابعوني، والقلقاس عندكم اسمه ايه. كانت معاكم مها القناوي، مع السلامة.